السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. في الساعات القليلة الماضية تم تسريب مقطع فيديو للفنانة الموريتانية كارما منت أب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بملابس كاشفة، وليكن بعض التفاصيل حول المقطع المنتشر. انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الموريتانية كارما منت أب بملابس كاشفة شبه عارية، وتم تسريب المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الجدل بين مستخدمي السوشيال ميديا. فقد انتشر مؤخرا عدد من الفيديوهات الفاضحة لعدد من النساء في الوطن العربي أثارت ضجة واسعة لما تضمنه من محتوى يخالف الشريعة والأخلاق في مختلف البلاد العربية. فقد تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم وفاضح لكارما مينت وهي ترقص بملابس شبه تظهر أكثر مما تخفي، مما أشعل نار كبيرة وثورة على منصة التواصل الاجتماعي في موريتانيا والعالم العربي. وانتشر المقطع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم للفنانة الموريتانية بملابس شبه شفافة تؤدي حركات راقصة. وقد أدت تلك المشاهد إلى إثارة حفيظة المتابعين بعد انتشار المقطع المسرب، وأثار ضجة واسعة في الشارع العربي. وقد تأكد من مصادر مقربة من الفنانة إن الفيديو المسرب يتضمن مشهد رقص للفنانة مع زوجها، وإنه شخصي وحساس وسط دعوات كثيرة بحذفه، وإن جهازها الشخصي قد تم الاستيلاء عليه. ونشر تلك المقطع من أجل فضحها وإثارة ضجة حولها، وهذا لم نعهده أبدا على الفنانة الشهيرة. واعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم نشر الفيديو الفاضح لكارما الجديد بملابس شبه عارية اللا أخلاق الذي انتشر على تويتر ويوتيوب وتيك توك، الذي تم تسريبه لها دون علم منها، وذلك لأنه مقطع خاص وشخصي لا يمكن نشره، لأن ذلك ينفي مع الآداب العامة وسياسة المواقع. كما أتمنى من إخوتي من النساء بعدم الاحتفاظ بتلك الفيديوهات من هذا النوع على هاتفهم الجوال حتى لا تقع تحت طائلة المفسدين في الأرض. ده كان فيديو النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.